بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أخواتي إخواني، مرحبا بكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي، وما ناقصكم حتى شي خير، وعشركم مبروكة والله يدخل عليكم صدنا رمضان على خير إن شاء الله يا ربي، وصيام وقيام إن شاء الله يا ربي، والله يفرج على إخواننا في غزة يا رب. اخواتي اخواني، بغيت نشارك معكم هاد النهار هاد الكيكه هادي. كنت شحال هادي دابا اللي صورتها، كنقول كل نهار نحطها راكم شفتوا كي حطيت داك الفيديو الاخير ما عاودتش يعني حطيت حتى لهاد الفيديو عاوتاني، قلت راه نحط لهم هاد الفيديو ديال الكيكه. لعل وعسى ان شاء الله شي وحده كتبغيها ولا ديرها في رمضان الفطور هكا، ولا مور الفطور، اولا يعني باش ديرها في رمضان، يعني شي وقيته هكا ترشق لك عليها تنوضي ديريها كتصدق 100%. كما كتلاحظوا يا الاخوات، هنايا عندي 4 ديال البيضات، وكما لاحظتوا راه شديت المول ديالي ودهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق ودرتو في الكونجيلاتور. دائما هاد الطريقه هادي باش تفاداو الكيك ديالكم يلتصق لكم في المول، ديروها في الاخر في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه غير لتحت، وخليوها على ما توجدوا الكيكه ديالكم. هنايا راه ضفت قبيصه الملحه وضفت واحد الملعقه ديال الفاني. هاد الفاني ديال العبره البنات راه خطير جدا، زوين بزاف، كيعطي واحد النكهه زوينه خطيره لهاد الكيك والحلويات. كنتمنى تجربوه. وهناك عندي كأس سكر، عندي الكاس اللي عبرت به كل شيء، كنضيف سكر حبيبات وكنطربو حتى كيولي لنا الخليط على هذا الشكل هذا، كيولي ابيض، وكنضيفو كأس ديال الزيت. انا كأس ديال الزيت اللي كندير ما كنعمروش، يعني كأس ديال الزيت ما عامرش. ديال العنبه عبرو بالكاس ديال العنبه، انا الكيسان ديال العنبه بقى لي حتى شي كاس، داكشي علاش كنعبر معكم دابا بهذا الكاس ديال الماء. كاس ديال الحليب دافي، وعندي عصير ديال الحامضه، كنضيف هذا العصير ديال الحامضه على هذا الكاس ديال الحليب راه دافي البنات، وراه باش كتضيفوا يعني الحامض راه كيتكلل لكم، ما تخافوش من يعني من تقول خسر لكم الحليب، ولا حنا اصلا داكشي اللي بغينا كيريب الحليب كيجي على هذا الشكل، وكتضيفوه تدريجيا وانتم كتدخلوه في الكيك ديالكم في الخليط ديالكم. كنمشي معاه بالتدريج، كتضيفوا حاجه بحاجه. ضفت انا ملعقه ديال قشور ديال الحامض، وهنايا 2 ملاعق كبار ديال الكوك اللي هو جوز الهند، كيعطي واحد النكهه واحد المذاق رائع جدا البنات للكيك. صدقوني يعني جربوه بجوج معالق اولا غير وحده، غير معلقه وحده، الكيك ديالكم راه غتجي خطيره جدا. وهنايا كنضيف الدقيق كنغربلوه، انا ديجا راني مغربلاه وكنعاود نغربلو باش كيعطي لنا واحد الخفه الكيكه ديالنا. وكتحركوا الخليط ديالكم في اتجاه واحد، وانا كنضيف الدقيق حتى كنتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون هو هذاك، يعني ما ثقيل ما خفيف. وإلا خليتو الكيك ديالكم خفيف غادي يهبط لكم في الفرن، واخا يطلع حتى هي كيهبط. ديروا الدقيق ديالكم الكافي وحاولوا تغربلوه حتى 3 ديال المرات، كيعطيوكم النتيجه رائعه. وهاد الكيك 100% البنات كيصدق 100%. كنطربوه بهذه الطريقه هذا غير بالطراب اليدوي، حتى كتحصلوا على واحد القوام، يعني تجربوا كديروا دوك الخطوط من الفوق، الا ما كينزلوش راه الخليط ديالكم واجد. كنضيف 2 ساشيات ديال خميره او ارزه،
7 غرام، يعني 14 غرام عندي. وكنحاولوا ندخلوه انا الفرن ديالي هنايا راني شعلته خليته يسخن، كيسخن لينا الفرن مزيان، عاد كنقصوا عليه وكتخليوها 45 دقيقه الفوق، كتلقاوها راه واجده. وإلا خصها شويه ديال التحمر كتردوها لتحت. ما كتحتاجوش تسقيوها نهائيا. هاد الكيكه كتجي خطيره. هاد المول ديالي هانتوما خرجته من الكونجيلاتور، ودابا غادي نضيفو الخليط ديالنا اللي في هاد المول هذا. هاد المول رائع البنات، ما تبقاوش يعني تقولوا نجمع باش نشري المول ديال الكرانيت، ولا هذا راه احسن من الكرانيت والله العظيم البنات. الا يعني خديته ب25 درهم صدق لي واعر البنات. هذا غير ديال الالومنيوم بصح راه فيه الشكيلات كاملين اللي في الكرانيت كاينين في هذا الالومنيوم، صراحه زوين وما كيلصقش. هانتوما الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن طلعات خفيفه يا البنات. شوفوا كي غادي تشوفوا الشكل ديالها محمره ومتجانسه، يعني اللون عفوا اللون ديالها موحد اللي بغيت نقول لكم. الله يستر البنات، ما بقاش العقل عندنا نهائيا، ولينا ننساو بلا قياس. والله العظيم راه حنا لاهين غير مع الوليدات، الضغوطات ديال هاد الوقت هادي. الله يفرجها على كل واحد يا ربي. هانتوما الكيكه يا البنات كي كتطلع واعره. وكنتمنى ان شاء الله ما تنساونيش من لايكات فضلا منكم يا البنات. شتي الهضره كي كتمشي ولا. والله الا كنتمنى ربي يفرجيها على كل واحد. البنات كنتمنى ان شاء الله تخليو لي تعاليق زوينه ولايكات فضلا منكم وليس امرا، وتابوناو عندي في يعني في القناه ديالي. ايوا وإلا عجبكم هذا الفيديو اكيد بارطاجيوه غير باش كيتشاف الفيديو اكثر وكيطلع لينا الفيديو في البحث اكثر. والسلام عليكم.